السلام عليكم. أنا كتبت هذا الموضوع لشيء صار لي شخصيا، وبقول لكم الآن للعبرة والعظة بس. فأمي كانت تقريبا متوفية قبل 3 سنوات، وكانت وصيتها الله يرحمها أننا نبني لها مسجد. وقررنا نبنيه في سريلانكا. بعد ما توفت أمي الله يرحمها بدينا ندور أشخاص يبنون مساجد، فلقينا إمام مسجد في الرياض نحسبه الله حسيبه أنه يبني مساجد خارج المملكة، فكلمناه وتواصلنا معه. تواصلنا معه وكلمناه وحولنا له تقريبا 150 ألف ريال اللي هي قيمة مسجد ومركز صحي. كلام قبل 10 شهور من تاريخ اليوم. كنا نكلمه خلال الأشهر اللي راح، 10 شهور. نتواصل معه، كل ما عليه يماطل يقول احنا بدينا نبني لين جاء قبل شهر قال اني ابعلق لوحة الاسم. قال اعطوني النص الاسم اللي تبي تكتبونه على المسجد. اعطيناه اياه، بس برضه قلنا نرسل صور، ما يرسل. ما ندري ليش سبب المماطلة. رحنا له انا وابوي لبيته، قال الاسبوع الجاي انا بطلع سريلانكا اشوف المسجد واصور لكم. قلت خلاص دامك بطلع انا وياك سوا ونروح نشوفه. وصلنا سريلانكا واستقبلنا واحد يكن ابو ياسر سريلانكي الجنسيه، ورحنا للمدينه الثانيه واتفقنا ان نجتمع قبل الفطور. قالوا خلاص قبل اذان المغرب بساعه نرسل لك السواق تجي عشان نشوف مسجد امك ونفطر هناك لانه فاتحينه تفطير صائم. هذا الكلام طبعا قبل اسبوع تقريبا في 7 أو 6 رمضان، يعني سفرة سريلانكا. طيب الحين بوريكم الصور. طبعا شفت المسجد وناظر وكلمت ابوي قال لي عدلان مو كنا مساحه صغيره. قلت يا ابن الحلال زين انهم بنوا المسجد. كل من حول لهم فلوس وقالوا مبنون المسجد غيروا هذه بس الورقه، حطوا ورقه جديده. شوفوا هذه